زماني يفوت لنا شكل. حبني طبعا يا حياتي بتحبني وبقولها يوماتي. خدني من ايديك وديني القمر في السحاب. في سهر وفي انبساط عالطبلة وصوت السادات جوز ميلوز ومكسرات. وفي زحمة الأيام تتفتفت الأحلام. الدليل هو موجود. مين اللي امتحنك في عضوية النقابة؟ مين اللي امتحنك في دخولك امال الإذاعة؟ اعتراضك عليه؟ اي حد هيتعامل مع حميد هيتوقف. في وقت كانت فيه الأغنية المصرية ماشية على سطر واحد ومفيش جديد، طلع واحد من ورا الكواليس لابس جينز وبيلعب على الأورج وقال لهم أنا حميدي شاعري وهقلب الترابيزة. ناس قالت عليه عبقري وناس قالت عليه بوظ المزيكا، والنقابة منعته والإذاعة رفضته، بس هو ولا هزوا كلام ولا وقفوا هجوم، بالعكس فضل ماشي في طريقه لحد ما صنع جيل كامل من النجوم وخلق مزيكا شكلها ما كانش معروف في مصر قبل كده. هو الراجل اللي اتقال عليه مش مطرب وبقى مدرسة، هو اللي اتشتم علشان اختلافه وفي الاخر بقى رمز للتجديد. هو ببساطة ثورة موسيقية مشيت على رجليها اسمها حميدي الشاعري او الكابو. حميد مش بس مطرب، ده كمان ملحن وموزع، وحتى التمثيل ما سابوش. اتولد يوم 29 نوفمبر سنة 1961 في مدينة بني غازي في ليبيا من اب ليبي وام مصرية، وعلشان كده معاه جنسيتين. المفاجأة ان اسمه الحقيقي عبد الحميد علي احمد الشاعري. عاش في بيت كبير جدا، كان عنده 15 اخ واخت، غير ان والده كان متجوز 3 غير والدته اللي للاسف اتوفت وهو لسه طفل عنده 13 سنه. مامتي اتوفت فرحنا ليبيا، كان عندي 13 سنه. ورغم الزحمه والدوشه اللي حواليه طول الوقت، كان حميد مختلف، بيحب يقعد لوحده وسط الالات والمزيكا اكتر من اي حاجه. بداياته كانت بسيطه، بيعمل حفلات في بني غازي وبعدين انضم لفرقه الاذاعه الليبيه كعازف اورج، بس الخلافات خلت التجربه دي ما تطولش، وبعدها جرب يعمل فرقه اسمها ابناء افريقيا ضمت فنانين من افريقيا والدول العربيه، لكن التجربه دي برضه ما كملتش. وبعدها دخل معهد الطيران في بريطانيا وده كان حلم والده، بس الحقيقه ان حميد كان بيذاكر علشان يرضي اهله وفي نفس الوقت بيجمع فلوس ويشتري بيها اجهزه مزيكا من هناك. في الوقت اللي كانوا زمايله كانوا بيفكروا في الطيران، كان هو بيفكر في الايقاع والصوت والمؤثرات الجديده. وفعلا بعد ما خلص دراسه قرر يهرب لمصر. انا هربت من ليبيا 78 وانا جيت مصر، ويبدا هناك وراح عاش في اسكندريه عند قرايب والدته. وكمان في الوقت ده كان حصل خلاف بينه وبين والده بسبب اعتراضه على شغله في مجال الموسيقى، لكن حميد فضل على موقفه وكمل طريقه عادي. وسنه 1983 نزل اول البوم ليه وكان اسمه عيونها، بس للأسف الألبوم ده ما خدش حقه خالص واتمنع من الإذاعة المصرية، والسبب إنه كان مستخدم في الأغاني آلات حديثة زي الدرام ماشين وغيره، وده كانت حاجة غريبة جدا على ودن المصريين، والناس وقتها كانت لسه بتحب العود والكمان، مش متعودة على النوع ده من الصوت. لكن حميد ما اتكسفش ولا انسحب، رجع بعدها بسنة بألبوم تاني اسمه رحيل سنة 1984. الألبوم ده بقى كانت النقلة اللي خلت الناس تاخد بالها من حميد، ولأن الموسيقى بتاعته كانت مختلفة تماما عن أي حاجة موجودة، والإحساس فيه كان عالي جدا رغم الهجوم اللي حصل له. وبعدها نزل ألبوم سنين سنة 85، لكنه ما كانش بنجاح الألبوم اللي فات، وبدأ يظهر جمهور جديد بيحب النوع من المزيكا وكان معظمهم شباب. وفضل ماشي حميد على نفس المنوال لحد ما جت سنة 95 ونزل ألبوم لا قشر البندق لا. والألبوم نجح جدا وقتها ويعتبر من أكتر الألبومات اللي نجحت في مشواره الفني. وبعدها نزل ألبوم صديق، رسمتك صورة في قلبي سلمتك أغلى ما عندي. الألبوم ده كان فيه مجموعة أغاني لمست الوتر الحساس عند الجمهور. وسنة 97 أطلق ألبومه عيني اللي كان دويتو مع هشام عباس. عيني عيني بتسود عيني. لكن اللي الناس يمكن ما تعرفوش كويس ان حميدي الشاعري ما كانش مجرد مطرب صوته حلو وخلاص، لا ده كان ملحن وموزع من العيار التقيل، راجل عقله موسيقي بحت، دماغه شغاله على توليفه مختلفه، وكان هدفه الحقيقي اكبر بكتير من انه يكون نجم مشهور. حميد داخل الساحه الفنيه وهو شايف صوره اكبر، شايف جيل كامل ممكن يتخلق على ايده، جيل صوته حلو بس لسه محتاجين حد يفهمهم ويوجههم، وده بالظبط اللي عمله. اشتغل على انه يخلق موجه موسيقيه جديده
جديدة فيها لمسة شرقية بس بنفس غربي، توليفة تجمع بين التراث والطعم العصري. ومن هنا بدأ يصنع نجوم واحد ورا التاني زي مصطفى قمر وهشام عباس، إيهاب توفيق ومحمد محي وحنان وغيرهم كتير وكتير. مش بس اكتشفهم، لا ده كان بيربيهم فنيا، يوزع لهم، يلحن لهم، يعلمهم يختاروا الأغاني ازاي، وكان دايما حاطط اسمه جنبهم وهو راضي وفخور. ومن أشهر الأغاني اللي لحنها حميد الشاعري سنة 1987 لحن أول أغنية للفنانة منى عبد الغني، أغنية يا أصحاب. ولحن للفنان إيهاب توفيق أغنية مراسيل اللي تعتبر من أنجح الأغاني في مسيرة إيهاب توفيق. ولا سنة 1992 لما لحن أغنية حلال عليك اللي كانت دويتو بينه وبين هشام عباس. وأغنية بحبك اللي لحنها لمصطفى قمر سنة 94. وانا ايه ذنبي بحبك. ولحن لأغنية أنا مهما كبرت صغير لعمرو دياب. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق. وأغنية طيب المفاجأة بقى إنه لحن أغنية أمي ثم أمي اللي غناها مجموعة من أشهر الفنانين. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. تفتكروا مواهب حميد خلصت على كده؟ ده ساب بصمة أكبر في التوزيع. عارفين أغنية لولاكي اللي نزلت في فترة الثمانينات وكسرت الدنيا؟ كانت من توزيع المبدع حميد الشاعري. ده حتى عمرو دياب ما خرجش من تحت ايد حميد غير وهو موزع ليه اشهر الاغاني زي اغنيه حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، واغنيه تملي معاك. تملي معاك ولو حتى بعيد عني. وعمرو دياب بنفسه مدح في حميد وطريقته. كان اول واحد عمله حميد الشاعري بصراحه عشان يقول فضل، يعني اللي عمله في العالم مش في مصر بس. وفضل مكمل في التوزيع، وسنه 96 وزع اغنيه الحلم العربي اللي برضه كان فيه مجموعه من الفنانين الكبار. وبعد سنتين وزع لمصطفى قمر أغنية السود عيونه اللي حققت نجاح كبير. والسود عيونه يا ولد، السود عيونه يا ولد. حتى صابر الرباعي وزع ليه أغنيته المشهورة يا بابا واسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا. وسنة 2002 وزع أغنية لإيهاب توفيق الله عليك يا سيدي، واللي تعتبر من الأغاني اللي ساهمت في شهرة إيهاب توفيق. الله عليك يا سيدي. لكن طبعا وسط النجاح والمجد اللي وصل له حميد في وقت صغير، طريقه ما كانش خالي من العقبات، بالعكس واجهه عقبات كتير قوي في مسيرته المهنيه. في فتره التسعينات كانت هي فتره من حظ حميد جدا لانه حقق فيها نجاحات كتير جدا، لكن فجاه وبدون مقدمات سمعنا الخبر اللي صدمنا كلنا، وهو خبر وقف حميد الشاعري عن الغنى. ومش اتوقف فتره صغيره، لا ده اتوقف لمده 4 سنين، والسبب انه ما جددش كارنيه النقابه، والسبب الثاني انه بيفسد الذوق العام لانه مش بيلبس ملابس مناسبة، وبرضه علشان بيستخدم الأصوات الإلكترونية. والكلام ده ما عجبش ناس كتير، وفعلا لما اتسأل حميد عن الموضوع رد وقال صدر قرار بمنعك من الغنى، واللي يتعامل مع حميد هيتوقف فترة 4 سنين. الموضوع عمل ضجة كبيرة وقتها، وخصوصا ان في ناس قالت ان مصطفى كامل كان من اسباب توقفه، بس مصطفى طلع نفى الموضوع. لكن حميد ما يقسش وكمل طريقه برضه ولا كأن في حاجة. كنت بغني في البيت وكنت تمام يعني عادي، وبشتغل بره مع نوال الزغبي ومع وائل كفوري ومع صبر رباعي ومايا نصر، بشتغل معاهم كلهم يعني. بس في الوقت ده دخل حميد لأول مرة في التمثيل، وشارك بدور صغير في فيلم قشر البندق سنة 95 مع محمود ياسين وحسين فهمي. وبعدها في سنة 2006 شارك في فيلم يظن مع مي عز الدين وحسن حسني. لما تلاقيني ماسكك كده وبنفص واعمل كده هو تمسكيني. والفيلم حقق نجاح معقول، وبعدها شارك في أعمال لكن كضيف شرف مش أكتر. ورغم إنه اختار إنه يعافر ويفضل ماسك في سلم الفن، إلا إنه وسط كل ده اتعرض لانتقاد لاذع من الموسيقار المرحوم حلمي بكر لما طلع وهاجمه وقال إنه بيفسد الموسيقى. أنا اعتراضي في دخول عالم لغة جديدة في غنائنا، ولكني اقتنعت بأن يجب أن أدخل العصر وأقول رأيي جوه، وأعترض
او لا اعترض جوه وانا جوه العصر. لكن لما اتسأل حميد عن الكلام ده رد بذكاء وقال: انا على فكره انا بحب الراجل ده حب وعيش وملح وبينا، وعاملين قنابل يعني او قنبله متهيألي مش هتكرر ظاهره. كمان من المواقف المحرجه اللي اتعرض لها لما انتشر فيديو على السوشيال ميديا ليه وهو بيتخانق مع الحلاق بسبب ان الجناب بتاعه شعره مش متساويه، ورمى للحلاق فلوسه على الارض بطريقه اثارت غضب الناس، وخصوصا كمان ان الحلاق طلع واتكلم وولع الموضوع اكتر. قلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ خد انا مش عايز فلوس. زق الباب وراح بصراحه شتم. رحت رديه. لكن حميد التزم الصمت وما طلعش رد على الموضوع كله. طيب واحد زي حميدي شاعري اللي بيعشق المزيكا والتغيير، تفتكروا رايه ايه في المهرجانات؟ ضد المنع، انا مع المنافسه، يكسر الدنيا ما اقدرش امنعه، برضه في حدود الحياه. ان انا امنع لا طبعا. والموضوع عرضه لانتقادات كبيره، خصوصا انه قال انه ما عندوش مانع ينتج ليهم البومات لكن بطريقته، واللي زود الطينه بله انه نزل بعدها صوره ليه مع توليت في الاستوديو بتاعه، وده عرضه لهجوم اكبر لكنه رد بكل هدوء انه ضد المنع. حميد حياته الشخصيه برضه ما سلمتش من الكلام، وده بسبب جوازاته الكتير. انا اتجوزت 5 مرات. انا ما شاء الله 5 مرات. انا 5 مرات. 5 مرات؟ نعم. بسم الله ما شاء الله. ليه؟ تعالوا نتكلم عن جوازاته واحدة واحدة. أول جوازة في حياته كانت وهو لسه عنده 17 سنة، اتجوز من واحدة إنجليزية وانفصل عنها بعدها بسنة. وتاني جوازة ليه كانت بنت عمه واتجوزها وهو عنده 19 سنة، وانفصلوا بعد سنتين بسبب هروبه من ليبيا لمصر علشان يحقق حلمه. وبعدها اتجوز من بنت أردنية وانفصلوا بعد وقت صغير، وكمل المسيرة واتجوز للمرة الرابعة، لكنه برضه ما عمرش في الجوازة كتير، لكن اتجوز للمرة الخامسة من صوفيا رشاد اللي كانت معاها الجنسية المصرية والكندية. لكن من خلال لقاء ليه وضح انه ما اتجوزش اكتر من زوجة في وقت واحد، وانه عمره ما خان ولا واحدة من زوجاته، وانه مش بيلجأ للطلاق غير لما المشاكل بينهم تكبر. وعنده من زوجاته 4 اولاد، نوح ونورة ونبيلة ونديم اللي هو حاليا موزع موسيقى. لكن رغم جوازاته دي كلها لان حميد كان عايش قصة حب لكنه اترفض لسبب غريب. حراسات ومش عارف، هي بنتهم الوحيده وعندها اخوها بس خافوا من الموضوع ده. حميد دلوقتي عنده 63 سنة، قدم فيهم كتير الموسيقى والفن، واجهه تحديات كتير في الأول لكنه قدر يتخطى كل ده ويبقى من النجوم الكبار في الموسيقى العربية. ساب بصمة قوية بموهبته وحبه الغير مشروط للفن وبصوته المميز، حتى لو كان رصيده في الغنى أقل من التلحين، إلا إننا ما نقدرش ننسى أشهر الأغاني اللي قدمها حميد في مسيرته، أغنية عودو، زماني يفوت لنا شكل، ولا أغنية واخر البوم لحميد البوم ده بجد اللي نزل من فتره صغيره، وده بعد غياب فتره مش صغيره خالص. ده بجد ولا بيتهيألي؟ واحد بتاريخ حميد ومكانته وثروته بتتراوح ما بين 150 ل 180 مليون جنيه. واضح ان مشوار حميد ما كانش سهل خالص، ده كان مليان تحديات وصدمات وشغل كتير. بدأ من الصفر، اترفض واتمنع لكنه رجع وبقى واحد من اهم رموز الموسيقى الحديثة في الوطن العربي. هو مش بس فنان، ده حالة موسيقية كاملة بدأت قبل الكل ولسه مكملة.